برأيكم ليش فارس قال لهذول الاثنين استرجلتوا ولا لسه؟ لأنه كان يشوف أمام عينه قذارتهم واستغلالهم للبنات، وكان يعتبر هالتصرفات مو من شي من الرجولة، وما زال الآن يشوفهم هيك. المشكلة كلها هي أساسها علي، لأنه كل ما يتعرف على وحدة يسحب من عندها ويروح يتعرف على وحدة ثانية، وهنا تبدأ المشاكل. حبقى معك وإذا كنت مع حدا مش هغير للآخر، يعني مش هرجع أغير لو مين ما فات ومين ما طلع. والله A few moments later. خلص ليش لا؟ كم مرة بنجي على البروجرام؟ كم مرة جاي؟ مرة بنجي على البروجرام مرة. لكن خلينا نشوف هذه النكرة شنو قالت على ابن بلدها. إذا فارس هلأ بيدخل إذا والله علي عادي يقسموا على اثنين مثل ما هو قال. That's the wrong number. بالرغم ما عندها ولا دخل بالموضوع، لكن هي من أكبر مصانع الطحين العابر للقارات في العالم، وقد شكرها على طحينها وقال لها كم ثمنك. جدة صابر جدة صابر. الآن خلينا نشوف شنو رأي الإعلام التونسي في هذه النكرة. يعني تعتبر محتمل في تسويق صورة جيدة على تونس، تسيب ولا تخيب في تصريحها هذا. كل تخيب عليه، كل تخيب مين؟ فيش اللي نورتنا؟ جبت لنا ملاك من عشرين نشحت بيلوت طيارة زفت لنا السواقة، فيش نورتنا؟ هذه مش قال لك هذا. شو اخترت شريحة المرأة التونسية ساعة ما تمشيش تختار شريحة حيدة وما نمشيش أنا نازل روحي ويجي شكون شي نعجبه ولا شكون لا المرأة التونسية طموحها مش هيك. خدمة، ثقافة، صوتها يتسمع، العباد تقدرها، من تونس كيفاش نورنا 11 جبل نتشرفوا بها، سامحني 11 جبل، أما أنت كيفاش نورتنا؟ هذه أنا بالنسبة لك ما تبكي روحها، ما تقدرش تمثل المرأة التونسية بعيدة كل البعد على المنظور هذا والمفهوم هذا للحياة والفصام. أول حاجة تذكر شخصا هي حرة، أريدوك في شخصا كذا ما تمثلش تونس، بعيدة كل البعد على تونس. أنا المنظور هذا يسأل أن يسأل لماذا شرفت المرأة التونسية؟ ماذا قدمت للمرأة التونسية في الخارج؟ شنو الفالور أجوتيه؟ وأتحمل مسؤولية فيما أقول. المرأة التونسية ليست المساهمة أو لا تباع ولا تشترى على قارعة الطريق أو في بعض البرامج التلفزيونية. أؤكد ما قالته مينا أنه اليوم علينا القطع. زاد كذلك ونحكي في نقاط المقاطعة. مثل ما شفتوا الشعب التونسي المثقف والمحافظ لا يتقبل مثل هي النماذج القليلة ليشوهوا صورة بلدانهم على حساب مصالحهم وأنانيتهم باستعمالهم كرت الوطنية الزائفة.